اجرب التجربه دي لانها عجبتني جدا. انا كنت شايفاها صدفه الصراحه، بس عجبتني وانا بحب الحاجات دي قوي، فيلا بينا نجرب. المكونات بتاعتي عباره عن كوبايه ونص من الجبس الابيض وكوبايه ميه والشمع اللي هو الصغير ده انا مش عارفه اسمه ايه، انا وريت صورته للعطار الصراحه يعني، وبالونه. كمان معايا هنا الوان اكريليك، ولو مش متوفره عندكم مش مشكله. ويلا بينا. اول حاجه هجيبها اي حاجه بلاستيك انتوا مش عايزينها او مش بتستخدموها، وهحط فيها كوبايه الميه وهبدا اضيف الجبس. ضيفه واحده واحده وقلبه. خلصت خلاص، هو سهل جدا على فكره. هجيب بقى ازازه وهجيب وهبدا ان انا ادلق الخليط ده. يا رب ما تطير بس. دلوقتي بقى هجيب بالونه، ما لقيتش عندي بالونه ساده الصراحه يعني، وانا منفخه حبه صغيرين. اعتقد الحجم ده كويس. هلفها بقى زي ما قالت عشان الهواء ما يطلعش منها. وهنجيب الازازه وندخل، نحاول ندخل، يا لهوي نحاول ندخل دي في الازازه. الله يا ساتر. وهنقوم قلبينها ومدخلين بقى، دي مش هتدخل، استغفر الله العظيم. هي فضت الخليط كله فاحنا عملنا زيها، ربنا يستر. دلوقتي هربط البالونه. جبس مصر ان هو يوسخ ايدي، يا لهوي. ما انا هعتمد ان انا هطرد من البيت عشان على هدومي كلها. انا خوفي الوحيد بس ان هي بوم فرقع. هنجيب غطا وهنعمل الحته دي كده. اعتقد هي كانت عاملاها كده. هنثبت بقى الغطا هنا، هنعمل كده ونسيبها شويه لغايه لما يعني تثبت شويه. هتخلوها كده بقى ازاي معرفش، تصرفوا معرفش، انا خايفه اعمل عليها بلاستر ولا اي حاجه الشكل كله يبوظ. الجبس عامه بينشف بسرعه وما بياخدش وقت خالص، فاحنا هنحط ايدينا على الشمعة او الغطا لمده 3 دقايق بس لحد لما يتشكل معايا الشكل، وبعد كده بنسيبها تنشف براحتها. الجبس خلاص مسك معايا، مسك اسرع من حياتي الصراحه. دلوقتي بقى هنفكه، هو اصلا اتقطع لوحده. هي بالونه اساسا ضعيفه. ترى ولا شكلها عجبني قوي. انا بقى عندي مشكله، دي السمك بتاعها اتخن من اللي هي عاملاه، لان هي هنا بتبقى حته رقيقه، فهي بتعملها بالقطر عادي جدا، وبتبقى دي ما فيهاش اي حاجه فبتحط الشمع. فانا هنا عندي دي سميكه، فانا هسيبها زي ما هي، مش هينفع اخرمها بايدي. انا الظاهر كترت الكميه شويه، فانتوا ممكن تقللوها عن كده، مش مشكله خالص. رشتها بالالوان، فاحنا هنعمل كده. لو اني عايزه اجرب حاجه تانية خالص، اجيب لون ازرق ونعمل زي اللي عملته بالظبط. مش عايزه خاطر عشان ممكن الالوان ما تثبتش فيها، مش عارفه. فنعمل كده. يعني الناس بتستخدم الوان غير اللي انا بستخدمها. حبايب قلبي انا خلصت. زي ما انتم شايفين ده شكلها سحاب وطيور وكل حاجه. ما فلحتش معايا الطريقه اللي عملتها، انا ما اعرفش الالوان هي اللي مختلفه ايه، مش عارفه والله. انا دلوقتي بقى نحط الشمعة بتاعتنا، شمعة معاقه والله. انا عجبتني جدا وكانت ممتعه جدا جدا جدا. تقييمي ليها 8/10 عشان هي الكميه ما ظبطتش معايا قوي، بس هي عجبتني جدا جدا. وممكن كمان تعملوا اي شكل انتوا عايزينه، اخترعوا انتوا بقى، اخترعوا. ممكن الوان الاكريليك ما تنجحش معاكم قوي لان هي لسه لحد الان ما نشفتش، رغم ان انا سبتها تنشف والله. فممكن يا تسيبوها كده بقى، يا اما ترشوا عليها بالرش اللي هو الالوان. انا كده خلصت. باي.